قبل فرحنا بحوالي شهرين، كنت قاعدة في أوضتي ولقيت ماما داخلة عليا بتقولي خطيبك قاعد بره. زيارته كانت غريبة لأن ده مش الميعاد الأسبوعي اللي متعود يجي فيه. غيرت هدومي وطلعت قعدت معاه. هو فضل ساكت شوية ما بيقولش حاجة، وكنت حاسة إنه متوتر ومش طبيعي، لحد لما ماما قامت تعمله حاجة يشربها وتجهز الغدا. لقيته ساب مكانه وجه قعد جنبي بالظبط. بصراحة بدأت أقلق من شكله وتوتره ووشه اللي كله عرق. بعدت عنه شوية وسألته: مالك؟ متوتر ليه؟ مسح العرق من على وشه بالمنديل وقال لي: انتي عارفة ان فرحنا كمان شهرين؟ هزيت له راسي من غير ما رد بكلمة، وفجأة لقيته طلع الموبايل من جيبه وقال لي: هوريكي حاجة. وقتها قلبي بدأ يدق بسرعة ومخي راح لأسوأ احتمال. لقيت نفسي بقوم بسرعة وبقول هروح أشوف ماما عايزة حاجة. ومش عارفة ليه بس كنت حاسة إن الموقف ده مش مريح، وإن ممكن يخليني أشوف أو أسمع حاجة مش قادرة أتعامل معاها. يمكن علشان أنا طول عمري بخاف من المواضيع دي، أو يمكن علشان اتربيت على إن الكلام في الحاجات دي عيب. كل اللي كنت عايزاه وقتها هو أهرب من موقف أنا مش فاهماه. رجعت بعد شوية وأنا عاملة نفسي بهزر علشان أكسر الموقف، بس هو كان لسه قاعد بنفس التوتر. قال لي: مريم، أنا مش عايزك تزعلي مني، بس في حاجة محتاجة أسألك عنها ومش عارف إزاي أقولها. قلبي وقتها وقع في رجلي. قلت له: خير يا أحمد، في إيه؟ بصلي بنظرة فيها ارتباك وقال لي: هو يعني دورتك الشهرية بتيجي إمتى؟ الكلمة دي كانت بالنسبة لي زي صفعة. حسيت بدمي بيجري في كل جسمي، وبإن الأرض بتتهز تحتيا. وقبل حتى ما أفكر أرد، كنت خلاص واقفة قدامه وقلبي بيخبط في صدري. قلت له بصوت عالي: انت ازاي تسألني سؤال زي ده؟ انت ما عندكش حياء؟ اتصدم وبصلي بحيرة وقال لي: يا مريم، انا بس كنت بسأل علشان نحسب ميعاد الفرح، والموضوع ده ممكن يأثر مش اكتر من كده. بس انا ما كنتش سامعة حاجة. كل اللي سمعته هو صدى تربية سنين بتقولي ان الكلام ده عيب، وان الست المحترمة ما تتكلمش في الحاجات دي، ولا حتى مع جوزها. دخلت اوضتي وقفلت الباب ورايا، وقعدت ابكي من غير ما افهم انا ليه عاملة في نفسي كده. كنت حاسة بخوف مش طبيعي، خوف من أنوثتي، من جسمي، ومن كل حاجة مفروض تكون عادية. أنا مريم، والموقف اللي حكيته لكم من شوية كان سبب إني أفسخ خطوبتي واختار أعيش لوحدي باقي حياتي. بس مش سؤال خطيبي هو السبب الحقيقي. السبب الحقيقي كان جوايا من زمان، من أيام البنت الصغيرة اللي اتربت على الخوف من نفسها ومن جسمها ومن كل حاجة تخص كونها أنثى. أنا كنت البنت الوحيدة وسط ولدين، كنت بشوفهم وهم بياخدوا راحتهم في كل حاجة، يخرجوا وقت ما يحبوا، يضحكوا بصوت عالي، يغلطوا وغلطهم يعدي كأنه ما كانش. وأنا كنت دايما لازم أكون الهادية المؤدبة اللي ما تردش. كنت حاسة إني أقل منهم، زي ما أكون ضيفة مش مرغوب فيها في بيت أبويا وأمي. بس اليوم اللي عمره ما هيتمسح من ذاكرتي هو اليوم اللي اتغير فيه كل إحساسي بنفسي. كنت راجعة من المدرسة ولقيت ماما قاعدة مع ست شكلها غريب. بمجرد ما ماما شافتني قالت لي: خشي يا مريم استحمي والبسي الهدوم اللي حطها لك على السرير. ما كنتش فاهمة حاجة، بس عملت اللي قالت عليه من غير نقاش. دخلت الأوضة، وبعد دقايق لقيت ماما داخلة ومعاها خالتي والست الغريبة دي. وفجأة كتفوني. ما كنتش مستوعبة هما بيعملوا إيه، لكن الوجع كان فظيع، وجع كأني بتدبح. ما حسيتش بنفسي بعدها غير تاني يوم، ولما فقت لقيت ماما داخلة عليا بتضحك. ضحكة وجعتني أكتر من الوجع نفسه، وقالت لي: خلاص يا مريم، كبرتي وبقيتي عروسة. كنت عايزة أصرخ في وشها وأقول لها: إزاي تعملي فيا كده؟ أنا عملت فيكي إيه علشان تذبحيني؟ بس ما قدرتش. فضلت ساكتة
وساعتها حسيت إن مات جوايا جزء كبير مني. كبرت، وكبر معايا إحساسي بالكره، كره لنفسي وكره أكتر لكوني بنت. كنت بشوف كل يوم في المراية حد غريب عني، حد شايف نفسه ناقص ومش قادر يحب حتى ملامحه. ولما اتخطبت لأحمد ما حسيتش بأي مشاعر زي اللي كنت بسمعها من صحباتي في الكلية، ولا زي البنات اللي كانوا بيحكوا عن الشغف ولهفة الانتظار. كنت حاسة إن الجواز بالنسبة لي هو مخرج، باب نجاة من السجن اللي عشت فيه طول عمري. بس كنت ناسية إن بعد الباب ده في مسؤوليات، وفي حياة كاملة لازم أكون جزء منها، وفي علاقة زوجية المفروض إن الست تكون حاضرة فيها بروحها وجسمها، وأنا ما كنتش قادرة أقدم ولا واحدة فيهم. كنت خايفة ومتلخبطة ومش فاهمة نفسي. كل ما كان بيقرب مني بخطوة كنت بحس إني برجع 1000 خطوة لورا، كأن وجعي القديم بيصحى من جديد. ولما حصل الموقف اللي حكيت لكم عنه في الأول ما استحملتش. كنت عارفة إن المشكلة مش فيه هو، المشكلة في أنا، في الطفلة اللي اتوجعت واتكسرت ولسه جواها خوف من كل حاجة اسمها أنوثة. علشان كده لما فسخت خطوبتي قررت إن الجواز مش مكاني، واخترت أعيش في سجن أبويا وأمي. يمكن قسوته أهون بكتير من وجع دنيا أنا مش قادرة أديها أكتر من طاقتي، ولا أعيش فيها بنص المكسور. عدى وقت طويل بعد ما فسخت خطوبتي. كنت حاسة إني تايهة، لا عايزة أرجع لحياتي القديمة ولا عارفة أبدأ حياة جديدة. كنت عايشة عادي من بره، بس من جوايا كان في حرب دايمة بيني وبين نفسي. وفي يوم وأنا قاعدة على السرير بمسك صور قديمة ليا، لقيت نفسي بسألها: هو أنتي زعلانة مني ليه؟ كنت بكلم نفسي، بكلم الطفلة اللي جوايا، اللي اتعاقبت لأنها بنت واللي محدش حضنها وقت خوفها. من اليوم ده بدأت أتعلم أسمعها، أطبطب عليها بدل ما ألومها. بدأت أقرأ عن نفسي، عن جسمي، عن أنوثتي، وعرفت إن اللي اتعامل فيا وأنا طفلة اسمه جريمة مش تربية، وإن اللي اتربيت عليه اسمه خوف مش أدب. بدأت أتعلم أحب نفسي شوية بشوية، مش حب غرور، لأ حب رحمة. كنت ببص في المراية كل يوم وأقول لمريم اللي فيها: أنتي مش ناقصة، أنتي كاملة زي ما ربنا خلقك. ومع الوقت الألم اللي كان مسيطر عليا بدأ يهدى، وبدأت أحس إن في سلام بسيط بيتخلق جوايا، مش لأن الماضي اختفى، لكن لأني أخيراً بطلت أهرب منه وبقيت بواجهه علشان أتعافى. النهاردة لما ببص لورا ما بشوفش بنت ضعيفة اتكسرت، بشوف ست قررت توقف نزيفها بإيدها وتعيد تعريف نفسها من جديد. يمكن لسه الطريق طويل، بس على الأقل المرة دي أنا اللي ماشية بإرادتي، مش بخوف ولا بخضوع. ومن هنا حابة أوجه رسالة لكل بنت شبه مريم. يمكن تكوني عايشة جوا نفس الدايرة اللي عاشت فيها مريم، يمكن تكوني اتجوزتي أو لسه مستنية اللي ياخد بإيدك، بس عارفة الحقيقة إن محدش فينا محتاج منقذ غير نفسه. في بنات كتير زي مريم اتربوا على الخوف، على الكتمان، على إنهم يعتذروا عن وجودهم علشان هم بنات. بس عايزة أقولك إنك مش غلط، وإن اللي حصلك ما يقللش منك ولا يسلبك حقك في إنك تحبي وتتحبي. ما تخافيش من الماضي، هو وجعك بس مش نهايتك. خدي منه درس بس ما تعيشيش فيه. ولو لسه وجعك بيصرخ جواكي احتويه، ما تهربيش منه. الشفا مش في النسيان، الشفا في التقبل. واوعي تنسي، انتي مش مجرد بنت اتأذت، انتي بنت ربنا كتب لها تكون قوية علشان تفتح طريق لبنات بعدك ما يتأذوش بنفس الطريقة. وبقول لكل مريم فيكو: انتي مش لوحدك، وأنا سامعاكي حتى لو الدنيا كلها ما سمعتش.